كنذكر هاد الامور هذه ماشي اعتباطيا، انا غنزيد ونقول جاتنا ايضا ازمه ديال الحرب الروسيه الاوكرانيه اللي كان عندها تاثير على كل دول العالم بما فيهم المغرب وبما فيهم الدول العظمى او الدول الصغرى. يعني انه كان تاثير ديالها، يعني اننا كانت الاوضاع عندنا، كانت الامور عندنا واضحه ان الامور التي ننطلق منها هي امور معقده وصعبه، وبالتالي على المستوى السياسي خص يكون عندنا حكومه في مستوى التحديات، حكومه سياسيه اللي عندها الجرأه وعندها القدره باش تاخذ القرارات وتاخذ التدابير للمواجهه ديال الاوضاع الصعبه. ماشي حكومه لا سياسيه ولا حزبيه اللي كتخبع تحت الطبله، اللي ما كتخش عند المواطنين، اللي ما خداش دير حتى تصريحات حتى توضيحات على السياسه ديالها او المنطق ديالها، ما خداش دير برنامج اللي كفيل بانه يواجه هذيك التحديات. هاش اللي محتاجين المغرب، ماشي محتاجين غير الحكومه وهذا ولد فلان وهذا ولد فلان وهذا كذا كذا وجيبوا بلاصه وديروا وزير تيتر وزير وخرج وبقى تخلص في الثاني يخلي له 30,000 درهم. ما محتاجينش هاد الناس هذو، حنا محتاجين الناس اللي سياسيين وعندهم ضراع لله وقادين يواجهوا الاشكالات ويوضحوا للشعب وينتجوا الحلول. وهذه الحلول المنبع ديالها منبع سياسي ماشي منبع خرافي او اداري. خص الانسان يكون عنده التوازنات، وصل واحد النضج معين ديال رجل دوله باش يمكن يكون في الحكومه، باش يكون وزير ويسير الشؤون البلاد ويضرب على الطابله من خصو يضرب على الطابله وياخذ القرارات الصعبه ويتحمل المسؤوليه ديالها، ما يهربش من الشعب، ما يهربش من المواطنين، ما يهربش من المشاكل ويتخبى. علاش نقول بانه ضروره ديال الحكومه عندنا حنا عارفين المعطيات اللي داخلين عليها، وبالتالي خص الحكومه اللي بهذا المستوى هذا الا ما كانتش دير حكومه بهذا المستوى يعني انك من الاصل راك جايب الفشل وجايب الكارثه للبلاد وما قدش تواجه الاشكالات اللي خصك تواجهها. اهم المؤشرات ديال المرحله الارتفاع الصاروخي ديال السلع والخدمات وكل المواد في البلاد. هذا الارتفاع يمكن حنا او المواطن لاحظ ما نمشيوش لكل شيء. إلا بدينا فين بدا الأول؟ بدا الشيء ديال المحروقات، واحد الارتفاع صاروخي طلع في السوق العالميه، طلع عندنا، هبط في السوق العالميه، بقى عندنا حنا طالع. علاش؟ لأن الناس النهار اللي داروا تحرير هذا الشيء ديال المحروقات كانوا الناس داروا طنوع. فين داروها؟ هو داروا واحد العمليه، واحد القاعده ديال الاحتساب ديال الصعود ديال الاثمنه طبقا لما هو جاري به على اساس الصعود ديالها على المستوى الدولي بواحد السرعه، ولكن في الهبوط منين ينزل على المستوى الدولي باش يردوه للاصل ديالو داروها واحد القاعده واحده اخرى، قاعده مخالفه ما عندهاش نفس السرعه اللي كيهبط بها ديال الطلعه ولا ديال الهبطه، باش نشوفوا بانه منين طلع راه طلع، ولكن منين ينزل يبان راه نزل كما القاعده. وبالتالي هنا كاين الخطا، هنا ترتكب الخطا، ولانه هذه مساله المحروقات فيها تضارب المصالح من جهه وفيها لوبيات خارجيه تضغط ايضا من جهه اخرى، وبالتالي ما قدوش يديروا التعديل، لان القانون اللي دار باش دار التحليل ودار على القاعده ديالو هذه المسائل هذه في ذاك الفتره ممكن نبدلوه، ولكن للاسف باش نبدلوه راه خص تكون عندنا حكومه قادة تبدلوه وقادة تحمل المسؤوليه وقادة تضرب على الطبل، الشيء غير متوفر
في هذه الحكومه هذه. نمشيو مثلا المجموعه من السلع، يمكن المواطن ما كيحش واحد العدد ديال الامور. مثلا نعطيكم مساله بسيطه جدا، البوله ديال الدوش اللي كيهضر عليها. كنتو عارفين بان البوله الدو كانت في الحانوت كدير 9 ريال والناس كدير 7 دراهم، هذه واحد الفتره، ولكن لاننا ما كنستهلكوش، المواطن ما كيستهلكش بزاف ديال البولات ما كيحسش بها. مثلا نمشي معكم للميدان ديال الفلاحه، سيو ديال 40 ديال البوليتيلين مثلا اللي كان كيدير 7 دراهم 7 ونص، طلع 13 14 درهم الا شريتي الرولو. الكابل اللي كيخدم ديال البومبات وداك الشيء كان كيدير 7 دراهم، طلع حتى هو 15 درهم. واللي راكور وداك الشيء اللي عندهم معاه طلع. الطوموبيلات دابا الان زادوا ب 16 حتى 20%. الطوموبيلات الاقتصاديه نمشيو غير للوكال كدير 13 مليون ونص ولا كدير 15 مليون و700. هذه اخر ارخص طوموبيل كانت في المغرب زاد فيها 6 مليون ونص، يعني تقريبا 20%. يعني جميع هذه الامور هذه تزاد، ولكن المشكل يمكن نقولوا بانه كاين بعض الامور اللي هي مستوردة وعندها تاثيرات وعندها كذا وعندها كذا ناتجه عن هذه الامور، ولكن ملي كنجيو ونلقاو بانه هذه مثلا واحد في شهر 9 او في شهر 10 مثلا او في شهر 11 كانت عندنا البطاطا كدير 6 دراهم 5 دراهم، كانت عندنا البصله كدير نفس الشيء، كانت عندنا الفلفله كدير 7 8 دراهم. ومنين ولات كانت عندنا اللوبيا كدير واحد 10 دراهم 9 دراهم 11 درهم، ولات عندنا اللوبيا كدير 30 درهم في المغرب المخطط الاخضر، ولات عندنا الفلفله كدير 20 درهم 18 درهم وكثر. انا نهار الجمعه شريتها ب 18 درهم من تماره وشريتها من قبل ب 17 درهم. البطاطا طلعت ل 17 درهم. انا تفاجات ملي سمعت من الحانوت قال واحد السيده جات تزوج البطاطا عندنا قال لها 17 درهم، مسكينه بقات كترعد شدها ما عرف شنو يعني مسكينه جايه عوال على واحد الثمن ولا 17 درهم. البصله وصلت 18 درهم اكثر، يعني حسب كل واحد اللي كيتقدر. ماشي ديك الاسعار اللي كان كيقول عليها هذاك هو وزير النقيق الرسمي بالنسبه للحكومه، هذاك يمكن كيتقدر يمكن ما كان في درب فلول ما عرفتش فين شي زمان اللي كان كيصيفطوا السكيوه كيصيفطوا المارشي، ولا انه ما عرفت شنو وقع له ندوخ. ما يمكنش المغاربه كتخرج المغاربه تقول راه البطاطا كدير 2 دراهم ولا 3 دراهم وهي دايره 18 درهم في السوق. ما يمكنش تقول له بانه راه البصله راه واصله 5 دراهم وهي واصله عند 20 درهم كيخرج البطار ولا السوق الاسبوعي كيمشي، لان الاسعار عندنا متقدمه. يعني انه كانت واحد داك الشيء غريب اللي وقع في المغرب، وغنجيكم ونقول علاش وقع العكس، كيفاش الامور انقلبت بين العشيه والضحى. حنا واحد الوقت كان عندنا هادشي ديال الخضار، كان واحد الجزء كيمشي لاوروبا معروف هذاك الجزء دائما كيمشي لاوروبا، ولكن كتبقى الاسعار في واحد الثمن معين. كانت المطيشه منين كتسقع الاسماك كتوصل 12 درهم 13 درهم. كانت عندنا مثلا البطاطا ما عمرها كتفوت داك 6 دراهم، ما عمرها كتفوت 6 دراهم البطاطا. الخيار نفس الشيء، ولا واحد الاثمنه ديالنا هي خير. اولا كاين هذا الشيء ديال اوروبا باقي، ولكن زادنا واحد الباب واحد اخر افريقيا، وزاد واحد الناس اللي بقاو كيردوا المارشي كامل، داو الدعم ديال الدوله كامل، داو الدعم باش يصوبوا بالفيرما باش يصوبوا السيار ويصوبوا بالبومبات ويصوبوا بالسكيل كوتاركور ويصوبوا العجب ويصوبوا العجوله ويصوبوا يخلصوا على العجل ويخلصوا على كذا. ولكن منين جينا الثمار ديال داكشي ما لقينا والو بلاد، في حين ان هذاك الفلاح الصغير واللي كينترشي شويه وكذا قالوا السلام عليكم ما كيعرفوش ما كيوصلوا والو، كيوصل لي وصل عنده واحد نص كونطار الشعير واحد النهار داك الشعير المدعم اسقوا لها الحال ومع الجفاف. راه النهار الوالد كيدير شويه الفلاحه في الباديه، والجفاف كيهضر مع الجفاف الوالد راه الوالد خير موجود راه موجود الجنب وداك الشيء،
قال لي ودي هذا البقيرات اش كنعطيوهم؟ عنده شي بقيرات قال لي ودي هنا نجيبوا لهم التبن. يمكن نلقاو نجيبوا الطعام نجيبوا ولكن البقيرات خلينا نجيب لهم التبن باش نوكلهم العام كامل. يعني انه كاين اشكالات اللي هي حقيقيه والحكومه ما قداش تجاوب عليها. جات قال لك صرفوا 5 مليار ديال النقل باش حقا نحافظوا على الثمن ديال التذاكر ونحافظوا على المستوى ديال داك الشيء ديال هذا الشيء ديال السلع والخدمات ما يزيدش يطلع. ايوا حنا عطيتو 5 مليار. اولا شكون اللي استعمل 5 مليار؟ هذا خصو به تحقيق. واش استفدنا هذاك مول البيكو اللي كيجي في السوق واستفدنا مول الكاميون الصغير ولا استفدوا منها غير هذوك الناس اللي عندهم الشركات العظمى؟ وشكون الاثر كان على السوق؟ ما لاحظنا حتى شي اثر. الكيران كاع زادوا، يمكن ما التران ما زادت شي، ما التران ما عرفتش واش زادت. ما نديرش داك الشيء اللي كيدير صاحبنا ديال الفوق كيقول لك ما كنركبش التران، ما عرفتش التران واش ولكن الكيران كلهم زادوا، الخضره كلها زادت، ما كاين حتى شي تاثير على النقل. وهذاك مول الهوندا حتى هو كيهز المواطن، ذاك المواطن البسيط كيهز ذاك مول الهوندا حتى هو شي حاجه، حتى هو مول البيكو الى اخره. يعني انه هذا دعم كان فيه يعني نخبوي لنخبه معينه ولم يشمل الجميع ولم يكن له الاثار المرجوه. برنامج ديال فرصه تحدثوا عليه ما غنرجعش عليه، داك الشيء كان ضعيف. من اصل 168,000 طلب يلاه استجابوا ل 10,000 واحد. هذا البرنامج اللي قالوا ديال الاوراش بغيت نتسنى شي اوراش كبرى، ما عرفتش يحدثوا في المغرب شي تغييرات في البنيه التحتيه وكذا وهذا، واذا به عاودوا الانتاج ديال البرنامج ديال الانعاش الوطني. هز البلاط تراب ديروا فوق التروطوار، طيحوا الريح فوق الغدا الطريق، عاوتاني يجيب طلعوا فوق التروطوار. هذا الشيء هو البرنامج اللي داير ديال الاوراش. ماشي اسمه منافسه اللي خصو يضبط تنافسيه. ملي كنمشيو مثلا للبومبات كنلقاو بيناتهم 10 الفرنك، ما كنلقاوش منافسه، ما كنباناش المنافسه في هذا الشيء ديال كنلقى 10 فرنك 20 فرنك 15 فرنك ديال الفرنك. ماشي اسمه منافسه اللي خصو يضبط في هذا الشيء في امور اخرى. هذا الشيء ديال المنافسه ما يكونش احتكار، ما يكونش كذا، ما يكونش كذا، ما يكونش تضرب الى غير ذلك، ما كاينش في الدور ديالو. علاش؟ حق المراسم ديال التطبيقيه ما خرجوش وما يفكروني في جوج الحوايج. فكروني كنا في الليسي تكنيك الدوله شاريه الفور يدوا بالداش باش كيذوبوا لي ميطو، ولكن ملي يشراو ما يشراوش المغرفه باش يهزوا منو لي ميطو باش يديروهم في ذاك لابول وداك الشيء ديال سميتو ما شراوش بالقالب، ما شراوش المغرفه، شراو الفور بشحال من مليون وما شراوش المغرفه. بناو السد قدو قداش اكبر سد في افريقيا، ولكن ما داروش السواقي باش يسقيو الفلاحه. هذا هو يعني واحد النوع ديال التناقضات اللي كيبان فيها انها معقول ولا جديه. الحكومه تنكرت البرنامج ديالها وتنكرت ايضا هذاك النموذج التنموي اللي بقاو كيتناقشوا كيهذا وكيعصروا فيه ويدير اللقاءات ويدير كذا ويدير المشاورات ويدير كذا، وفي التالي تم خاطر جبله فورد فقرا لانه راه محطوط في الرفوف والحكومه غير مباليه بهذا الامر هذا. وحنا امام حكومه غير قادره على احداث التعبئه الوطنيه. هذا هو الاشكال. راه بغيت واحد البلاد تنوض بها راه خصك تحدث واحد الرشاد ديال المجتمع، واحد التعبئه شامله باش المغاربه يتعبئوا وينوضوا يشتغلوا ويقبلوا الظروف الصعيبه ويقبلوا عاوتاني بانه يشوفوا بانه ملي كاين الرخاء يستافدوا منه وينوض كلشي يشتغل على قلب بحماس وبواحد المصداقيه وبواحد الجديه الى غير ذلك. ولكن الحكومه للاسف ما قداش تحدث هذه التعبئه هذه، وهي لا يمكن ان نقول عنها الا انها حكومه ديال التصاور. صوروا راه دار وفعل وطلع، ويجيبوا لنا هذاك يقول لك راه الاسعار مقدره في السوق، وملي كنمشي لا رياليتي بانه هذا فيه تضليل ديال المغاربه وتضليل ديال المجتمع. الاساليب ديال الضغط اذا لاحظتوا بانه كلشي كان شاعل من الناحيه ديال الاثمنه على الاقل في الاسواق ديال الخضر وداك الشيء، ولكن كانت واحد المجهودات. حنا في الحزب التقدم والاشتراكيه هذه واحد المده وحنا كنغوتوا على هذه الحكومه،
كاع كل سيمانه البلاغه ديالك تقول عباد الله لا اله الا الله محمد المنكر، راه هذا الشيء غير مقبول. هذا المستوى التصاعد راه المغاربه ما يتحملوش هذا الشيء. راه الحكومه خصها تتدخل، راه خصها دير شي حاجه، راه خصها دير واحد المجهود، ولكن لا حياه لمن تنادي. وبالتالي اضطرينا نديروا رساله مفتوحه الرئيس الحكومه ودرنا عليها ندوه صحفيه، ولكن للاسف ان رئيس الحكومه لم تكن له الجرأه بالجواب على رسالتنا. التدخلات البرلمانيه ديالنا كتمشي في هذا الصدد هذا، وحنا وجهنا الرغبه ديالنا ايضا باش يقوموا باش يمشيو في هذه الاتجاهات. الاحتجاجات ديال 8 ابريل لان الطرح بدا يسخن في المغرب، بدا يسخن والناس نادوا يحتجوا، والمواقع ديال التواصل الاجتماعي كلها عامله، كلها كتدين، كلها كتخوت، كلها يعني انه كاين واحد الفوره داخل المجتمع ديال الاحتجاج، ديال التذمر وديال السخط اللي اصبح يهدد السلم الاجتماعي داخل المغرب. لان السلم الاجتماعي هو ضروري الا بغينا نستمروا بالدوله ديالنا. وبالتالي خدينا واحد عدد المبادرات حتى الحزب وبالعلاقه مع الفريق البرلماني ديالنا اتخذت واحد العدد ديال المبادرات. بين المبادرات اللي اتخذت هو مقترح قانوني ضد سلاسل ديال التسويق، لان هذو الوسطاء وهذه الفوضى العارمه اللي كاينه في السوق وفي اسواق الجمله وفي الوسطات وفي الطريقه ديال السلاسل ديال التسويق فيها خلل، وبالتالي لابد من الضبط ديالها عبر قانون. ايضا دعوه لتشكيل لجنه تقصي الحقائق، لانه كاين مشكل في داك الشيء ديال المحروقات في السيره ديالها، وخصوصا المحروقات الروسيه، وكيفاش كانت انه البواخر ترسو في المياه الدوليه وكتدخل منين كيطلع الثمن وكترجع منين كيهبط الثمن، والتلاعب في الفواتير، وواحد عدد المشاكل اللي سميتو عليه اللي تصحات. باش ما نطولش عليكم، احنا اليوم امام تشكيل نظام عالمي جديد. هذا الشيء ماشي النظام العالمي الجديد، راه عنده تاثير على المغرب، وبالتالي المغرب راه خصو يدير الحسابات ديالو، وخصو يكون في وصل لواحد المستوى معين ديال التعبئه المجتمعيه، واحد المستوى ديال التلاحم باش نوجدوا واحد عدد الاشكالات. راه مازال عندنا الصحراء، مازال عندنا الخلافات مع الجزائر، ومازال عندنا الخلافات مع فرنسا، وعندنا مشاكل مع دول اخرى، وبالتالي المواجهه ديال هذا الشيء هذا لابد من تمثيل الجبهه الداخليه لمواجهه التحديات الخارجيه والداخليه. وباش نمثلوا الجبهه الداخليه راه المغاربه خصهم يكونوا مقتنعين بانه منين تكون الامور صعيبه تكون عند الجميع، ومنين يكون الرخاء يهم الجميع، وماشي ان الرخاء يهم واحد الحنا والاسماء ياخذوها العموم ديال الشعب. وشكرا على حسن انتباهكم.